مختار. الحمد لله على السلامة يا سي مختار. الله يسلمك، الله يسلمك يا سموحة. ازيك يا حبيبتي؟ كنت فين يا مختار؟ انت في الشغل طبعا. شغل الوش الفجر؟ ما اصل كان في قعدة تجار مهمة النهارده وكان لازم احضرها. وحضرتك سايب بقى المدبغة والمحل عشان يتنهبوا. فاشا، مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ مش مهم مين اللي قال لي، المهم ان ده حصل وانت ولا على بالك. يا ماما انا بأسس لشغل جديد اهم بكتير. يعني كلامي طلع صح؟ طبعا لا، لان المدبغة والمحل انا حاطط فيهم ناس بيبلغوني اللي بيحصل اول باول. يا ابني يا ابني يا حبيبي، يعني سيب شقة عمر ابوك للغرب هم اللي يدوروه؟ يا ست الحبايب الدنيا بتتطور واحنا لازم نتطور معاها. يا اخويا طور في الشغلانه اللي انت متربي فيها طول عمرك، واللي مالوش خير فيها مالوش خير في حاجه تانية. ما بحبهاش. بس الشغلانه دي بقى هي اللي ربتكوا وكبرتكوا وصرفت عليكوا وخلتكوا رجاله. دي شغله ريحتها وحشه وكلها عرق واخر بهدله. بس حلال. يا سلام، طب ما في مليون شغلانه انضف واقيم وحلال برضه. يعني عايزني اعمل ايه؟ عايزني اطلب من اخوك الضابط والمحاسب انهم يسيبوا اشغالهم ويجوا يشتغلوا وانت موجود؟ ليه لا؟ ما هو مالهم برضه. ايوه يا اخويا، بس انت اللي بتفهم في الشغلانه ومعلم فيها. يروحوا يتعلموا لحد ما يبقوا معلمين. وانت رحت فين؟ رقيت نفسي بقى وقعدت على مكتب وبقى حواليا تليفونات. يا خيبه املي فيك يا مختار. يا اخويا لو على المكتب والتليفونات وضب اوضه المكتب اللي في المطبخ وحط التكييف كمان لو عايز، بس خليك في اكل عيشك. يا بت يا بت كفايه اكل عيش، عايزين ناكل بقلاوه. يا سلام، وهي المدبغه ما بتاكلش بقلاوه يا سي مختار؟ تغور بريحتها الوحشه. مالكش حق يا سي مختار. مالكيش دعوه انت، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه واللي عايز حاجه يعملها. معلش حقك عليا يا حاج، ما انت عارفاه راسه ناشفه وماشي على هواه. يا خوفي يا خوفي، ماشوا على هواه يجيبوا على قفاه. كده برضو تزعل الحاجه منك؟ ما هي مش عايزه تفهم بقى سموحه ان احنا كبرنا وكل واحد فينا بقى ليه مصلحته. وانتوا ليه كل واحد في ناحيه؟ ما تجمعوا نفسيكوا وتدوروا تجاره ابوكوا. يا حبيبتي الدنيا بتتطور واحنا كمان لازم نتطور، مش هينفع نفضل محلك سر. يعني انت مصر على اللي في دماغك؟ يا بنت اللي في دماغي ده هيودينا في حته تانيه خالص. ازاي يعني؟ هبقى بيه رجل اعمال محترم مش متبغي. ايوه يا سي مختار، بس الحاجه كوثر دي امك وعيانه، ريحها يريح قلبك. يا سماح دي امي وانا عارفها كويس، شويه كده وهتروق. وبعدين ما عندها جوز لفنديه التانيين ولا انا بقى الحيطه المايله؟ خليها تشوف هيسمعوا كلامها ولا لا. ما انت عارف اخواتك محدش فيهم هيفهم في الشغلانه دي قدك ولا حملها، وبعدين كل واحد فيهم عنده شغله، وانت كده هتزعلها منهم هم كمان. طب اعمل ايه؟ ما باليد حيله. واللي تقولك على حل يريح الحاجه ويريحك ويريح اخواتك هم كمان. حل ايه؟ طالما انت واخواتك مش فاضيين المدبغه والمحل، انا ممكن اقف فيهم. تقفي فين؟ انت جننتي؟ ليه بس؟ ده انا بعرف احسب واكتب، انت ناسي ان انا طالعه من 6 ابتدائي ولا ايه؟ وياما اتمرمطت في الشغل وبنت سوق زي ما انت عارف. انت تنسي الموضوع ده خالص. انت عايز تفضحيني؟ الله، ليه كده بس؟ هو انا هعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ طبعا انت مرات مختار باشا والصح انك ما تعمليش حاجه. امال انا عايشه ليه؟ يا حبيبه قلبي يا روح مختار، انت عايشه علشان تتدلعي، تلبسي، تخرجي وتتفسحي، مش علشان تعرقي وتتعبي. يا حبيبي هو انا بشوفك؟ ما انت طول النهار والليل بره، وبعدين الشغل مش هيشغلني عنك، وحياتك عندي انت مش هتحس بفرق خالص. مالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. انا ليا 2 اخوات رجاله، اللي عايز منهم ينزل يشتغل يورينا شطارته. غلط غلط يا اشرف، اللي حصل ده غلطه وغلطه كبيره كمان. كل الحكايه يا فندم اني كنت بحاول افك الاشتباك اللي بينهم لانهم كانوا هيموتوه من الضرب. لا يا سياده الرائد، اللي حصل انك حميت له وحسست العساكر والمساجين اللي كانوا واقفين انه تبعك. تبع يعني ايه يا فندم؟ ده فاهم قصدي كويس يا اشرف. تصرفاتك الايام دي مش عجباني يا اشرف، مش عايز بعد ما كنت من اكفأ الضباط في السجن عندي صورتك تتهز قدامي. انا اسف يا فندم، ما كنتش متخيل ان التصرف ده ممكن يتفهم كده. كل الحكايه اني حسيت انه بريء. مش شغلك ولا شغل يا سياده الرائد، احنا جهه تنفيذ احكام مش جهه اصدار احكام. اللي يقول انه مذنب ولا بريء المحكمه مش احنا. اي حد هنا يبقى مذنب وبيقضي فتره عقوبه ويتعامل زيه زي غيره. مفهوم؟ مفهوم يا فندم.
اشرف. يا فندم. في اشاره جت من الوزاره بتحدد ميعاد التحقيق معاك. ارجو انك تثبت براءتك عشان ما احسش اني اخترت غلط. اخيرا حققت كل اللي كان نفسي فيه. بقى معايا فلوس وراجل بيحبني. ربنا يسعدك يا بنتي. انا عمري ما كنت اتصور اني ممكن اقابل واحد زي نديم. ده طيب قوي. يا اختي ما تطمنيش قوي كده، لا يطلع فيها عيب زي اللي قبله. لا ده غيرهم. انتي مش متصوره عايز يعمل لي ايه. ده عايز يديني 5 مليون جنيه وعايز يكتب لي الفيلا هنا باسمي. يا خراشي، ده باين عليه بيحبك بصحيح يا نعمه. مش بقولك حبه ليا خلاني امسك نجوم السما بايديا. حبه ليا خلاني احبه اكتر ما هو بيحبني مليون مره. انت متهم بالتفريط في اداء واجبك الوظيفي، مما ادى الى هروب اشقياء من تنفيذ احكام، ومن بينهم 2 ارهابيين. يا فندم انا قاومت وحاولت امنع هروبهم على قد ما اقدر، واظن انه مذكر في التقرير الطبي قدام حضرتك ان انا اتصبت. بس سواق عربيه الترحيلات قال انك انت اللي طلبت منه تمشوا من الطريق النائي ده. فعلا يا فندم انا اللي طلبت منه كده بالرغم من طول مسافته، لان السكه كانت زحمه وقررت ان احنا ناخد الطريق ده عشان ما نبقاش هدف ثابت سهل اصطياده. وبعدين طلعوا علينا وحصل اللي حصل. ما خبيش عليك الموقف صعب، وعندنا الشكوك ان في جهات ارهابيه داخله في الموضوع، وخصوصا ان في 2 من اعضاء التنظيم الدولي كانوا من ضمن اللي هربوا. يا فندم انا قلت لحضرتك كل اللي عندي، وانتم المفروض تردوا لي اعتباري وترجعوا لي حقي. مش لما نثبت براءتك الاول؟ سيادتك هو انا متهم؟ مش بقول لك ان في جهات ارهابيه داخله في الموضوع وفي فلوس كتير قوي مدفوعه علشان ده يحصل. حضرتك تقصد ان انا متواطئ معاهم؟ كل الاحتمالات مفتوحه يا سياده الرائد. انا برفض تلميح سيادتك ده وبطلب اثباته في التحقيق الرسمي. حقك وحقنا نحقق. يا فندم انا رافض رشوه ب1,000,000 جنيه، وسياده الوزير نفسه مكرمني. وده ادعى انهم يختاروك انت علشان عمرك ما هتثير الشكوك. يا فندم ازاي حضرتك تفكر اني ممكن اعمل كده؟ قدام الفلوس الكتير بتضعف نفوس كتير قوي يا سياده الرائد. ولا انت مش معايا؟ تقدر تقول لي منين بتدفع مصاريف علاج ابنك في مستشفى من اكبر مستشفيات نيويورك؟ يا فندم ده ورثي من ابويا الله يرحمه، واتهالي مذكر في اثبات الذمه الماليه ان والدي تاجر، يعني عندنا ممتلكات. ايوه بس دي مبالغ مش قليله، وانت نفسك طلبت مساعده الدوله في علاج ابنك، يعني ما كنتش تقدر تعالجه على حسابك. يا فندم انا ما اعرفش حجم ممتلكات والدي كام، وما كانش ينفع اساله قبل ما يموت، لما يموت هيسيب لنا كام؟ ياه، وهل ممتلكات والدك كتير قوي لدرجه انك تدفع كل المبالغ دي في علاج ابنك؟ ده غير ان ده نصيبك انت لوحدك، ولسه نصيب اختك واخواتك الاثنين ووالدتك. انا اخواتي بيساعدوني، لانهم مش معقول يشوفوا ابن اخوهم في الوضع ده وما يساعدوهوش. طيب انا عايز اعرف نصيبك كام في ثروه المرحوم والدك؟ ده دخله ايه بموضوعنا يا فندم؟ يمكن لو قدرنا نثبت ان ليك دخل كافي يغطي مصروفاتك جايز ده يشيل عنك الشبهات. حضرتك معايا ولا بتتهمني؟ انا مع الحق يا سياده الرائد. وايه المطلوب مني بالظبط؟ بيان كامل بكل الممتلكات والثروه اللي تركها لك المرحوم والدك. صفية. طارق ازيك؟ ايه ده، الشركة منورة. ميرسي. معقولة يا صفية؟ معقولة من ساعة ما سبت الشركة ما فكرتيش مرة ترفعي سماعة التليفون تسألي عليا؟ هو أنا ماليش خاطر عندك ولا إيه يا صفية؟ معلش يا طارق بقى، ما انت عارف الشغل بينسي الواحد كل حاجة. إلا سعد، مش كده؟ يا قصدك ايه يا طارق؟ قصدي يعني إنك فضيتي نفسك أهو وجيتي عشان تباركي له. يعني سعد زميلي وواجب عليا ان انا ابارك له. ما أنا كمان زميلك يا صفية. ما فكرتيش مرة ترفعي سماعة التليفون وتسألي عليا يا صفية؟ ليك عليا يا سيدي لما تفتح شركتك حاجة ابارك لك واجيب لك ورد كمان. بجد يا صفية؟ اه طبعا، احنا مش زملاء ولا ايه؟ هو مكتب سعد فين؟ مكتبه هنا. تعالي هوديكي ليه، هيفرح جدا أول ما يعرف إنك هنا. تعالي يا صفية. اوكي استاذ طارق من فضلك طيب بعدين اتفضلي يا صفية. اوكي سي يو باي باي. اهلا وسهلا خطوه عزيزه. ازيك يا سعد، عامل ايه؟ الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك، اتفضلي. ابسط يا عم، اهي صفيه بنفسها هي جايه عشان تبارك لك. انت دخلت هنا ازاي؟ انا قايل للسكرتيره ما تدخلش حد. انا حبيت اعملها لك مفاجاه وادخل ومعايا صفيه. هنهرج ولا ايه؟ يلا روح شوف شغلك. اوكي يا سعد بيه، انا اسف، بعد اذنك. ليه يا سعد كده؟ انت كده احرجته قوي. سيبك منه، ده واد غبي. المهم انت اخبارك ايه وهاني بيه عامل ايه؟ الحمد لله كلنا كويسين. تعرفي بقى انك بنت حلال،
لان انا كنت ناوي اعدي عليكم بكره في المكتب. ايه ده بجد؟ عشان اعزمكم على فرحي. اتفضلي. دي الدعوه بتاعتك، ودي الدعوه بتاعت هاني بيه. مبروك يا سعد. الله يبارك فيكي. اوعي ما تجوش يا صفيه، هزعل قوي. ان شاء الله يا سعد. طيب انا همشي بقى احسن متاخر. اتاخرتي على ايه؟ هو انت لسه قعدتي ولا حتى شربتي حاجه؟ معلش انا اصلي قلت اعدي ابارك لك وامشي على طول. ماشي. عموما انا مش هعطلك، بس اوعي يا صفيه ما تجيش الفرح. ان شاء الله. صفية صفية. ايوه يا طارق. تأكدت خلاص يا صفية ان مفيش امل؟ قصدك ايه؟ قصدي ان سعد خلاص هيتجوز. كان عندي امل انك تديني فرصة يا صفية. فرصة ايه يا طارق؟ انا مش فاهمة حاجة. انت فاهمة كل حاجة يا صفية، وعارفة ان انا معجب بيكي وبحبك من ايام الجامعة. من فضلك يا طارق مش هينفع، انت مجرد زميل مش اكتر. وفي ايه سعد اكتر مني يا صفية؟ انا عندي شقة وبقبض مرتب كويس، ولك منه هو يعني عنده فلوس اكتر مني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اعتقد انت عارف انا مين وبنت مين كويس قوي. وهو ده اللي مجنني يا صفية، وعارف انك مش طمعانة فيه. طارق انا بحبه، انا بخاف عليه من نفسه. وهو ولا هو هنا، انما انا موجود يا صفية، ونفسي اقرب منك، بس اديني فرصة. من فضلك يا طارق مش هينفع، عن اذنك. في ايه يعني سعد اكتر مني؟ اتفضلي يا حبيبي. ايه ده؟ ده عقد بيع للفيلا باسمك، ممضي منه وجاهز على امضتك. يلا امضي بقى علشان الاستاذ جد الله موثق الشهر العقاري يختم لك عليه. مش معقول يا نديم، بتهرجني. جايب لي الموثق لحد عندي. يا حبيبتي انا لو اقدر اجيب لك الدنيا كلها لغايه عندك مش هتاخر. ربنا يخليك ليا. يلا امضي بقى. مبروك عليك يا نعمة. ده بقى إقرار مني لملكيتك لنص نصيبي في شركتنا مع مختار. مش معقول. حبيبة قلبي أنا وعدتك، ووعد الحر دين عليه. أول مرة أشوف راجل يوعد وينفذ وعده. يعني هي صوابعك الحلوة دي زي بعضها. مهم بقى يا حبيبي إن أنت كمان تبقي أول ست أشوفها توعد وتوفي بوعدها. ما تخافش، بكرة الصبح هنزل البنك واسحب الفلوس وتروح تدفعها لمختار علشان شركتك. وثق يا أستاذ جد الله، وثق، دي حقوق ناس. اتفاق مبروك إن شاء الله. سلمني انت الورث وانا هعرف اقنعها. هو ربع جنيه هديهولك في ايدك؟ دول 10 مليون جنيه. وطي صوتك يا مختار، ما انا عارف ان هم 10 مليون. وطي صوتي ليه؟ هو احنا بنسرق؟ مش بنسرق ولا حاجه، اصل انا لسه ما فتحتهاش في الموضوع. بس ما تقلقش، انا مرتب لها ترتيب كويس قوي. ترتيب ايه؟ ترتيب كده يعني عشان اقنعها تقبل الورث. يا ريت تبقى كسبت فيها ثواب. ادعي انت بس ربنا انها توافق. يا مسهل. ما انت لو تديني الفلوس انا اعرف اقنعها. اديك الفلوس بتاعي يا جدع انت، ده ورث اختي من ابويا. انا قصدي يعني لو شافتني وافقت اكيد هي كمان هتوافق. وافرض رفضت تقلها في حقها؟ قالها في حقها يا مختار، دي مراتي وعلى كل حال يعني هي مسؤوله مني. بقول لك ايه، هي كلمه اللي اوله شرط اخره نور. نوره لازم تروح بنفسها وتصرف فلوسها من حسابها اللي في البنك. يعني انت عايز تقنعني انك حاطط الفلوس دي في حساب باسمها؟ امال يعني دافنهم تحت البلاطه ولا حاططهم في تربه؟ مش للدرجه دي يا مختار، انا قصدي يعني انك ممكن تكون حاطط الفلوس دي في حساب باسمك وبتطلع منه فوائد. ايه الخساسه؟ خساسه؟ طبعا خساسه ونتانه كمان. وانا راجل عره ولا مفلس؟ ده انا عندي قدهم مرتين. انت صدقت ولا ايه يا عم؟ ده انا بهزر معاك. هزار بايخ ورزل وسخيف، لان فلوسها وفلوس ماما اول فلوس وردتهم في البنك في حسابات باسمهم، ده حقهم الشرعي. وحد الله بيني وبين الحرام يا استاذ رؤوف. خد يا فالح،
وبعد كده لما اقول لك ما تفتحش بقك يبقى ما تفتحوش. وانا قلت ايه غلط بس يا نديم بيه؟ قلت ايه غلط؟ الاتفاق مبروك ان شاء الله. اتفاق ايه؟ اتفاق ايه اللي مبروك؟ انت فاهم الموثق ده ايه؟ مأذون؟ بجود يا باشا، بسبك الدور، وبعدين ما هي الست مضت على الاوراق والموضوع بقى اخر حلاوه. زعلان ليه يا باشا؟ هو ده من ستر ربنا. ده بس عشان احنا ناس طيبين وقلوبنا بيضه زي الفل. طب يلا يلا اتكل على الله، ومش عايز اشوفك هنا تاني خالص. ها؟ اوامرك يا باشا. وعموما لو حبيت تضرب جواز سفر او نفسك هفتك يعني ان انت تصغر نفسك شويتين كده في شهاده الميلاد، انا تحت امرك وفي خدمتك. جد الله في خدمه الضرب 24 ساعه. طب تصدق بقى ان انت اللي مضروب وصلاحيتك خالصه؟ خالصه. المهم الامور معايا بتبقى خالصه. سلام يا باشا. فاضي ولا المشغول يفضلك يا مخ؟ حبيبي يا نديم يا حبيبي. ازيك يا نديم باشا؟ اتفضل. جايب لك معايا بقى الاستاذ لبيب المحامي، احسن محامي في مصر، عشان يكتب لنا العقود ويصيغ لنا البنود. يا اهلا يا استاذ نديم. اهلا نديم باشا. الفلوس كلها والمخ الالمعي. اتفضل. اهلا وسهلا. انت السلطان، حلمك على الغلبان، الميه في ايديكي، مختار عطشان. يا بنت السلطان، حلمك على الغلبان، الميه في ايديكي، مختار عطشان. سعيدة يا حلوة السعيد. ايدك بقى يا صاحبي على الرهان من السكان، والبت يهمنا في فضلك خالص. ده عشان انت عبيط ومالكش في اللون. الستات يا بهاء يا صاحبي عاملين زي العربيات، ايش 40 حصان، ايش 60 حصان، ايش 100 حصان. وصاحبتنا دي حمارة عرجة ولا ايه؟ بالعكس دي فرس جامع. بس انتوا مش واخدين بالكم. طب ما تفهمنا يا ابو المفاهيم. اصل انا وهي متصلكم ولا مؤاخذة ومدينا نظرات بس من تحت لتحت. هي كمان هتموت عليا بس التوب صنع. شفت بقى؟ اهي جمحت. واد انت رايح فين؟ هشد وراه. خلي بالك لا تقع. قول. على كوبري عباس، ماشية وماشية الناس، ماشية تبص عليك يا حلو يا فرق. وقف يا شيخ، شو هالمسخرة؟ تعي وانت مو شايف ان هيدي المرأة وياي؟ لا مش شايف، وشكلكم كده ما انتوش لاقيين على بعض. تبقى أعمى وبدك كشف نظر. ولا شكلك انت قليل ادب وعايز تتراكم. ولا يا لهوي، مالك يا سي مختار؟ مالك؟ في ايه كفالة الشر؟ مفيش يا بت مفيش، وطي صوتك. مفيش ازاي وانت وشك مشلفط كده اكنك واكل علقه؟ علقة مين؟ فشر لا عاش ولا كان اللي ياكل مختار ليه العلقة. ازاي يعني؟ امال ايه التعاوير اللي في وشك دي؟ دي حادثة. يا لهوي، عملت حادثة بالعربية، اوعى تكون عورت حد. سياحة سماح كمان ولم علينا البيت كله، وطي صوتك يا بت. حاضر بس طمني بس ايه اللي حصل؟ مفيش، ده شوية عيال صيع طلعوا عليا وانا مروح، قال ايه عايزين يقلبوني انا. وبعدين عملت ايه؟ عملت ايه؟ ضربتهم كلهم طبعا،
خليتهم يجري قدامي زي الكلاب، بس كان لازم طبعا شويه اصابات خفيفه كده في المعركه. خفيفة؟ خفيفة ايه بس يا سي مختار؟ هما كانوا كام واحد؟ والله يا سموحه من كتر الضرب ما كنتش شايف. يا لهوي، للدرجة دي ضربوك جامد؟ ضربوني مين؟ بقول لك انا اللي ضربتهم وضحضحت عضمهم كمان. امال ايه البهدلة اللي انت فيها دي؟ بهدله؟ فين البهدله دي؟ عايزه تشوفي البهدله بقى كنت تشوفيهم هم متبهدلين ومتمرمطين. ده انا خرجت صاغ سليم. اهم حاجه مش عايز ماما تاخد خبر الموضوع ده، مش عايزها تقلق وانام اكتر ما هي قلقانه. سرك في بير، اطمن يا اخويا. حلوه دي. الخطه كده ماشيه عالي العال، وقريب قوي صاحبكم ده هيشتري النايت. وما تنساش حلاوتنا ساعتها يا لطيفه، ولا تنسى سهراتك بقى اللي هتعملها لنا بعد ما تشتري النايت كلاب بتاع دبي. انت تؤمر يا شقيق، ده انتوا هيبقى لكم بيت في دبي. بيت مين؟ ده نايت بحاله. شفتوا جالكوا كلامي وقلت لكم نقطه ضعف مختار الوحيده النسوان. لو شاف اي نتفه حلوه زي الطلقه 9 مللي اللي جنبي دي اكيد هيريل. برافو عليك يا مليكه، عملتي دورك صح الصح. وانت يا سامح كنت عايش سلطان بصحيح. خدامك يا باشا. انت تؤمر يا توفيق بيه. ها؟ 100 100 رجاله، كل واحد فيكو ليه مكافأة 100 جنيه بحالها. يلا مش خسارة فيكو عشان العلقة السخنة اللي اديتوها لصاحبنا ده. متشكرين يا باشا. يا توفيق انا خايف لمختار ما يجيش تاني بعد العلقه دي. لا انت فاهم مختار غلط. مختار يا جماعه مش بعيد يعتبر الموضوع ده بالنسبه له مساله طار، واكيد هيسيب شغله وينط لنا كل يوم هنا عشان ينتقم منه وبس. ويشوف جمالك الرباني يا حلوة. المهم تفضلي كده ملودة، اوعي يطول منك شعرة لحسن ترتيبنا كله يبوظ. ما تقلقش يا باشا. انت بقى رجب. خدامك يا اشرف باشا. بطاقتك. خير سعادتك، هو حصل ايه؟ انت هتساير معايا ياض، طلع البطاقه. حاضر يا باشا، بس على فكره انا راجل محترم وماشي بما يرضي الله. عموما كله هيبان لما نراجع الدفاتر. انت عامل محاره؟ انا ما عملتش حاجه يا باشا، دي كانت شغلتي الاولانيه قبل ما اشتغل هنا. وما غيرتش مهنه ليه؟ ما لحقتش سعادتك، من ساعه ما جيت هنا والشغل واخد كل وقتي. لا من النهارده عندك وقت تعمل كل حاجه. ليه يا باشا؟ هو بعد الشر المدبغه هتقفل ولا ايه؟ لا بعد الشر المدبغه هتفضل فاتحه ان شاء الله، انما انت هادي اللي هتقفل. هنديك اجازه. اجازه ليه سعادتك؟ هو انا اشتكيت من حاجه؟ لا احنا اللي اشتكينا. اشتكيتوا من ايه سعادتك؟ من نهبك وسرقتك في مالنا يا روح امك. اشرف باشا انا مش حرامي. تقطيع عليا يالا، ده انت وشك الاجرام بيتنطط منه. دي خلة ربنا يا باشا، انما انا قلبي من جوه ابيضاني. عموما احنا هنفحص ونجرد ونشوف اذا كان قلبك ابيضاني ولا عامل عمايل سودا زي خلقتك. انت ازاي يا استاذ عايز تتجوز وتعمل فرح وابوك دمه لسه ما برش في تربته؟ انت ايه ما عندكش دم؟ والله يا امي ربنا وحده اللي يعلم انا زعلان على الحاج قد ايه، بس يعني احنا ناس مؤمنين برضه، واللي بيحصل ده حرام، دي امانه بتاعت ربنا واخدها. وبعدين يا امي ما احنا كلنا رايحين. والله انت عارف ان احنا كلنا رايحين ولا كلام بتقوله وخلاص؟ ليه بتقولي كده؟ يعني لو مصدق اننا رايحين ما كنتش حطيت ايدك في ايد الشيطان ومشيت معاه. غلطه وربنا قادر يغفر لي ويتوب عليا، بس ده مش معناه يا امي انك تسيبيني لوحدي في اهم الليله في حياتي. انت اللي اخترت من ساعه ما حكمت رايك على البت دي ومشيت عشانها في طريق الحرام. طب يا امي ممكن بقى ننسى اللي فات ونبتدي صفحه جديده من النهارده؟ ازاي بس؟ واللي فات بيتبني عليه اللي جاي. كلها حاجات تخصني انا يا امي، وعلى راي المثل اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. ده انت ابني مصلحتك تهمني يا امي. كفايه الظروف اللي انا فيها، ما يبقاش انتي والظروف. انا عمري يا حبيبي ما كنت ضدك، انت ابني وانتي امي، وما يرضينيش ابدا انك تكوني زعلانه مني. غصب عني يا حبيبي. عشان خاطري يا امي، عشان خاطر اديني فرصه تانية. وانا بايدي ايه بس اعمله؟ تحضري الفرح. ما هو كمان مش معقوله يا امي كل الناس تحضر فرح ابنك وانتي لا. خايف على شكلك قدام الناس؟ لا، خايف من ربنا. تقدري تقولي لي بقى ربنا هيوفقني ازاي وانا ببتدي حياه جديده وانتي زعلانه مني؟ يا ابني انا مش زعلانه منك، انا زعلانه عليك. عشان خاطري يا امي، عشان خاطر اديني فرصه تانية بس، ما تبوظيش فرحتي بقله وجودك. قله وجودي احسن لك عشان تفرح براحتك. طب وانت ليه ما تفرحيش معايا؟ ما اقدرش احضر فرحك بفلوس حرام. كان نفسي افرح بيك يا حبيبي،
لكن في ظروف تانية غير كده. انت باي حق تطرد رجب اللي انا معينه؟ انت كمان لك عين تتكلم. يا جماعه بس بقى وطوا صوتكم شويه، انا مش طايق اي صوت عالي، انا اللي فيا مكفيني. طبعا يا عم، عريس بقى وفرحك كمان يومين، مين قدك يا سيدي؟ على خيبه، دي حتى ماما مش عايزه تحضر الفرح. معقوله؟ معاها حق، ازاي تفرح وجوزها ميت ما بقالوش شهرين؟ انت يا ابني مشعلل في اي حاجه كده، اي حاجه قايد فيها نار. نار ايه؟ انا مع الحق. والحق بيقول انك تخلي شكلي طرطور وتطلعني هفايه قدام العمال بتوعي. انت مش تخليت عن الشغل وقلت مالكش دعوه، خلاص سيبني انا بقى ادوره بمعرفتي. وانت بتفهم ايه اصلا في الشغلانه بتاعتنا؟ طالما انت عارف بقى ان انا ما بفهمش فيها، ليه هانت عليك شغلتك اللي شربتها من ابوك واللي ابوك ضيع عمره عشان يكبرها؟ مش موضوعنا ده. لا موضوعنا يا بيه، طالما انت خلعت ايدك من الشغل وبخلت علينا بخبرتك، سيبنا احنا بقى نضبش بدل ما نتنهش من النصابين والحراميه. برضه هيقول لي النصابين والحراميه؟ يا ابني رجب ده دراعي اليمين، الراجل بتاعي، واذا كان بيطلع له مصلحه كده ولا كده حلال عليه طالما بيمشي الشغل ويكسبنا. بيكسبنا؟ طبعا. قول لي يا مختار، انت بقالك قد ايه ما رحتش المدبغه؟ من فتره بس قريبه، وعموما انا بتابعهم كل يوم بالتليفون. امتى بقى ان شاء الله؟ وانت بتصحى كل يوم بالليل وبتخرج وما بنعرفش انت رحت فين، كل اللي نعرفه بس ان انت بتيجي مشلفط كده. ده تحقيق بقى ولا ايه؟ اذا كان عليا انا هعتبره تحقيق، واول تهمه هتهمك بيها الاهمال. اهمال ايه؟ اهمال ايه؟ هو انت عشان رحت لك المدبغه كام يوم هتعمل لي شهيد؟ اللي ما تعرفوش يا مختار بيه ان في 5 عمال سابوا المدبغه، ده غير بضاعه ب 25,000 جنيه ضاعت من المخازن ومحدش يعرف راحت فين، والسرقه اللي عينها عينك، يعني خلاص بقينا هفا وانت قاعد باشا. مش معقول يا رجب يعمل كده. هو رجب ده من بقيه اهلك؟ ما تعترف يا مختار انك غلطان وما تكبرش وصلح غلطتك وخلاص. وانا لسه هستنى لما يصلح غلطته؟ انا هبلغ النيابه. بلغ النيابه في مين؟ في مين يا مختار؟ في رجب. لا 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 لا، انا هجيب لك حقك منه من غير دوشه ولا بوليس ولا كلام من ده. كده نبقى بنشجعه يسرق ناس تانيين، لازم ياخد عقابه عشان يحرم يعمل كده. اللي طلع الجمل فوق الشجره هو اللي يعرف ينزله. سيبوني انا اقعد معاه مني ليه كده، ولو ثبت انه حرامي وديني لعلها كرجب. ايه كلام الحواري ده؟ ده العرف والاصول بين ولاد البلد يا حضره الضابط. معلش بقى، ما انتوا بقيتوا ولاد زوات ونسيتوا اصلكم. بقول لك ايه، ما تخوتنيش، انا هبلغ النيابه. سيبه يا اشرف، سيبه يعمل اللي هو عايزه، ولو فشل يبقى اعمل اللي في دماغك. ما تقلقوش ما تقلقوش، مصلحه واحده ومالي زي ما هو مالكوا برضه. ايوه. هيفضل مطيور كده طول عمره. سيب كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه يا اشرف، احنا ما بقيناش صغيرين. وانت بقى يا سعد؟ انا ايه؟ ناوي بقى تقف جنبنا في الشغل ولا هتبيع القضيه انت كمان؟ انا قلت لماما ان انا هتابع كده من بعيد لبعيد حسابات المدبغه، لكن مش هقدر اباشرها بشكل كامل. ليه بقى ان شاء الله؟ هفتح شركه سمساره وبجهز لفرحي. خلاص، مال حرام فرقنا وخلى كل واحد في وادي. هي دي سنه الحياه يا اشرف، كل واحد بياخد نصيبه. بياخد نصيبه اللي بيختاره. محدش عارف بيختار نصيبه ولا نصيبه هو اللي بيختار.